ستؤتينا الحياة ضواء في آخر النفق، تنسينا ألمنا عشنا. فرحتك بالنتيجة وبحلمك وبالكلية اللي كان نفسك فيها، فرحتك بفرحة باباك ومامتك واخواتك واهلك، فرحتك بان ربنا جبر بخاطرك، فرحتك ان هي سنة تقيلة وعدت هتنسيك كل حاجة. كل ما تيأس تخيل يوم النتيجة وتخيل انت عايزه يكون ازاي في ايدك. هتذاكر، هيبقى الفرحة اللي انت مستنيها وبتحلم بيها وبتشوفها في كل فيديو تحفيزي بتروح تشوفه بعد ما بتيأس. مش هتذاكر وهتفضل مكتئب ونفسيتك بايظة ومتدمرة. بلاش بلاش. مش هتفضل طول عمرك في الثانوية العامة. الثانوية العامة مش سجن هتفضل محبوس فيه مؤبد. سنة وهتعدي زي أي سنة، هتحسها تقيلة. هي تقيلة على كله، مش عليك بس. تقيلة من ايه؟ تقيلة من الضغط النفسي، لكن كدراسة دراسة زي أي دراسة. مشكلة ان احنا بس بنفضل خايفين وقلقانين وماذا لو ومش ماذا لو. نستفيد ايه من القلق؟ حقك انك هتقلق غصب عنك ومش بإيدك، بس ما تخليش قلقك ده يتحكم فيك ويخليك لا عارف تتقدم ولا عارف تخلص حاجة من المتراكمة عليك. التراكمات عاملة زي جبل، والجبل ده كل ما بتغوص اكتر في المنهج الجبل بيكبر. طول ما انت بتذاكر بتسحب من الجبل بتسحب من الجبل. المدرسين بتديك اكتر، انت بتسحب انت بتسحب وهما بيزودوا لحد ما هو المنهج ليه نهاية ومش ممتد لما لا نهاية يعني، على رأي طه حسين لا، ليه نهاية. انت بتسحب بتسحب بتسحب، هيجي في مرة وتخلصه. طول ما انت بتذاكر. لا انت مكتئب مش بتذاكر طبعا. مدرسين، مناهج جديدة، درس فوق درس فوق درس فوق درس فوق درس فوق درس فوق درس بقى ايفرست. هتخلص ده كله ازاي؟ ما تلاقي نفسك زنقت نفسك خلاص مثلا في ايام من مراجعة ولا في ليالي الامتحان. ده هيخلص امتى؟ وهيكروت هيخلص ايه؟ هيكروت امتى؟ انت هتذاكر ده ازاي؟ هتكروت ده ازاي اصلا؟ فبلاش تحط نفسك في الموقف ده عشان صعب انك انت تحله، صعب ان انت تخلص الكمية دي. اهم حاجة افضل اسحب اسحب اسحب، هيجي في وقته هيخلص. تمام. وما تنساش احنا مكملين عشان احنا مطالبين بالسعي مش بالنتيجة. انت مطالب منك انك تسعى وانك تذاكر مش اكتر. تستنفذ وسعك. انا استنفذت وسعي يا رب، خلاص ما عنديش حاجة تاني اعملها. وربنا هيكافئك بالخير ليك، ويا رب يكون الخير ليك هو حلمك، وليه لا. فدايما اهم حاجة تصلي صلاتك، وردك، والديك ما تتعصبش عليهم. ما تقولش انتوا مش حاسين بيا، انتوا مش حاسين بالضغوط اللي انا فيها، لا هم حاسين وعارفينك اكتر منك. ورابع حاجة ومذاكرتك. تمام. متنساش تقول دايما، تعود انك تدعي اللهم تولني ممن توليت واختر لي ولا تخيرني فأنت خير من يختار. اللهم آمين. معناها ايه؟ معناها انت بتقول يا رب انت عالم الخير بتاعي فين، وانت عالم انا بامكانياتي انا انفع في ايه. كمثلا لله المثل الاعلى طبعا، مثلا احنا لما بنروح بنجيب لبس بناخد مثلا واحد صاحبنا ذوقه حلو، ماما بابا اختي كده، عشان يعني اخد رأيهم ويختارولي. لكن والله المثل الاعلى انت بتخلي ربنا يختار لك مستقبلك. انت مستوعب ولا مش مستوعب؟ تدبرها كده وحس معناها. اللهم تولني ممن توليت، يعني ربنا هيتولى حياتك من كل النواحي، واختر لي ولا تخيرني.
فأنت خير من يختار.